عارف ان هادشي هذا ما كيدخلش للعقل، ولكن راه داكشي اللي قريتي في العنوان هو اللي غتسمع في هذه القصه. مرأة تزوجات بالابن ديالها. بطبيعه الحال اي واحد غتقول له هذه القصه هذه وغادي يشوف هذا العنوان وغادي يقول اوه تزوجات بالابن ديالها، يقولك لا ما يمكنش، ماشي بصح. شي علاش خصك تكمل هذه القصه حتى الاخير، لان هادشي اللي غادي تسمعوا ما عمره وقع في شي بلاصه في التاريخ. كاينه حاله وحده هي هذه اللي غتسمع دابا. المهم بلا ما نكثروا الهضره ندخلوا في صوب الموضوع. الامهات انواع، وكاين واحد النوع ديال الامهات اللي كتير بزاف اللي هما الامهات المتسلطات، وكتكون عندهم ديك صفه حب التملك، طبيعه الحال تملك الابناء ديالهم. هذا النوع من الامهات المتسلطات هما انواع ديال درجات التسلط، ولكن هاد الام اللي غنهضروا عليها في القصه ديال اليوم فاتت شي حاجه سميتها التسلط. كيفاش نعرف ان واحد الام هي ام فعلا متسلطه؟ الام المتسلطه كتعامل الابناء ديالهم وكانهم ملك خاص، بحال الا قلتي ملي كتشري شي طوموبيل ولا شي حاجه جديده ديالك وكتبغي انت بوحدك اللي تستعملها. فهاد الامهات المتسلطات كيطبقوا هاد اللعيبه مع ولادهم ماشي مع اشياء ماديه، وكتكون عندهم واحد الفكره ديال ما يقدر حتى شي واحد يقرب لولادهم الا هما. باش ان واحد الام تدخل في الحياه الشخصيه ديال الابن ديالها راه ماشي شي حاجه عاديه، بغض النظر على العمر ديالو. كاينين شي حوايج اللي الامهات فعلا خصهم يبقاو بعاد عليهم. نعطيو مثال بالقرايه والزواج. هاد جوج حوايج ما يمكنش للام تدخل فيهم، تقدر تعطي الراي ديالها ولكن القرار الاخير كيرجع للابن، لانها اشياء غادي تعايش مع هذاك الابن حياته كامله. يعني ما يمكنش شي شخص اخر ياخذ القرار في بلاصتو. يعني الام المتسلطه كتكون كتحكم في كل شيء، ماشي كتعطي الراي ديالها، وانما داكشي اللي قالت هو اللي خصو يكون. وبطبيعه الحال كاينين امهات ملي كيديروا هاد التصرفات ما كيبانش لهم راسهم انهم امهات متسلطات، ولكن هاد الام خصها تعرف ان الابن ديالها ما بقاش دري صغير وراه ممكن ياخذ القرارات ديالو بوحدو بلا ما تدخلي فيهم انت. الحب والحرص الزايد على هاد الابناء كيتقلب للتملك، ولا كيف ما سميناهم امهات متسلطات. واحد الام متسلطه ومهووسه بالابن ديالها لدرجه الجنون، وملي كنقول لك مهووسه راه مهووسه ديال بصح. واحد درجه الهوس بالابن ديالها غادي تصدمكم. هاد الام كتعتقد ان الابن ديالها ملك خاص بها هي بوحدها، وكتغير عليه من كل شيء لدرجه انها منعه عليه يتزوج بشي بنت، مع العلم ان هذه سنه الحياه واي راجل كيكبر كيبغي يتزوج. ولكن هاد الام بكثره التسلط منعه عليه الزواج. الاسم ديالها هو اليزابيث آن دونكان. تزادت في سنه 1904. كانت واحد المراه اللي كتزوج بزاف وكتطلق، يعني ما كتستقرش مع راجل واحد، كتبدل الازواج وكتنتقل من بلاصه لبلاصه. الحياه ديالها كانت غامضه وما كاينينش بزاف ديال المعلومات عليها في الانترنت. ما كاينش بالضبط شحال من مره تزوجات، ولكن المعروف انها تزوجات بزاف ديال المرات، وكيقولوا انها تزوجات باكثر من 20 راجل. غالبيه هاد العلاقات كانت على ود الفلوس والمصلحه الشخصيه ديالها. كانت واحد المراه مستغله بزاف ونصابه. كانت ملي كتعرف على شي راجل كتقول له انها مراه غنيه ولا باس عليها، لدرجه كتقول لهم انها عندها ثروه وغادي تخلي لهم بزاف ديال الارث الى اخره. وحتى العدد ديال الابناء ديالها ما كانش معروف بالضبط، ولكن الحاجه اللي متاكدين منها هي انه عنده واحد الابن الاسم ديالو فرانك، وكان هو محور حياتها وكتعطيه الاهتمام كامل. سنه 1956 استقرت اليزابيث مع الابن ديالها فرانك في سانتا باربارا في ولايه كاليفورنيا في امريكا، وفرانك ولا خدام محامي، وبدات الام ديالو كتفرض عليه السيطره من كل جهه، حتى ولات خانقه ديال بصح لدرجه انها كانت خايفه انه يلقى شي بنت ويتغرم بها ويطلب الزواج منها. كانت حتى ملي كتفيق في الصباح الروتين ديالها هو تتبع فرانك، فين مشى مع من هضر مع من خرج، فين كاين، اش كيدير. حتى ملي كيكونوا عنده جلسات في الخدمه ديالو كانت كتمشي كتحضر لهاد الجلسات. وهاد فرانك كان واحد الشاب زوين وذكي وما ناقصو حتى شي حاجه، وصحابو كانوا كينصحوه انه يبعد شويه على الام ديالو ويحاول يعيش بوحده، والزواج كان هو الحل المناسب. وبالفعل مشى لعند الام ديالو وقال لها راني بغيت نتزوج. هنا اليزابيث غادي يهرب ليها الفرخ ديال بصح، وكانت غادي تحماق بسبب هاد الخبر لدرجه انها دخلت البيت ديالها وبدات كتبلع في الكينات. كانت باغا تنتحر لانها ما قادراش تشوف الابن ديالها مع بنت واحده اخرى، ولكن محاوله الانتحار ديالها ما نجحاتش لانهم جربوا وصلوها للسبيطار. وفي هذا الوقت كامل في السبيطار كانت واحد الممرضه باقه صغيره وشابه الاسم ديالها هو اولغا. وهاد اولغا هي اللي كانت كتعتني باليزابيث في الفتره اللي كانت جلسات في السبيطار. وفرانك ملي كيجي يزور الام ديالو تعرف على هاد الممرضه اولغا، يقول لك ما تمشي غير فيما مشاك الله، وهي تبدا واحد العلاقه بين فرانك واولغا. اليزابيث شافت هادشي هذا كامل وهي تحس بواحد الغيره
كبيره على الابن ديالها من اولغا. العلاقه بين فرانك واولغا بدات غدا وكتكبر. اليزابيث حاولت تفرق بيناتهم بطرق كثيره لدرجه انها هددات اولغا بالقتل، ولكن العلاقه ديال اولغا وفرانك واخا هكاك ما تقطعاتش. وفي نهار 20 يوليوز من سنه 1958 غادي يتزوج فرانك باولغا في السر، ولكن اليزابيث غادي تجيب لهم الخبر وحلفات ما غتخليهم يعيشوا هانيين. فرانك غادي يستسلم للام ديالو وغادي يقول لها انني غادي نعيش معاك ولكن غنبقى نمشي نشوف اولغا. وبالفعل هادشي اللي وقع. فرانك ولا عايش مع الام ديالو وكيمشي كيشوف اولغا في السر، ولكن واحد الليله الام ديالو غادي تتبعو حتى للدار ديال اولغا وغادي تجرو وغتديه بالقوه لدارها. من بعد فرانك غادي يكري واحد لابارطومون بالخبعه لاولغا، ولكن الام ديالو كانت ديما كتعرف البلايص اللي كيمشيو ليهم، ولات كتبعهم فين ما مشاو حتى نكدات عليهم داك الزواج. ومن بعد خدات واحد القرار انها تسالي هذا الموضوع في مره، وبدات كتقلب على شي واحد اللي غيقتل اولغا. مشات عرضات على صاحبتها باربرا باش تعاونها باش انهم يقتلوا اولغا هما بجوج، وكذبات على صاحبتها وقالت لها ان اولغا حامله من شي راجل اخر، ولكن هاد باربرا خافت وما قبلاتش ومشات قالتها لفرانك. اليزابيث من بعد غادي تجرب واحد الخطه شيطانيه. مشات مع واحد خونا الاسم ديالو رالف للمحكمه وانتحلوا الشخصيه ديال فرانك واولغا، وقالوا للقاضي ان الزواج ديالهم ما نجحش وبغينا الطلاق. شوف معايا واش ما يهربش ليك وانت كتسمع هادشي هذا. اللي طلبوا الطلاق من القاضي فعلا القاضي عطاهم الورقه ديال الطلاق. هادشي صعيب انك تيقوا، ولكن راه القصه مكتوب فيها هادشي. ولكن حتى من بعد هاد الطلاق المزيف اليزابيث ما هناش ليها البال. مشات وهي تتعرف على جوج مجرمين لويس وجوس واتفقات معاهم انهم يذبحوا اولغا ب 6000 دولار. وفي نهار 17 نوفمبر من سنه 1958 غادي يمشيو لعند اولغا اللي كانت حامله في الشهر السابع ديالها. كذبوا عليها وقالوا لها ان فرانك راه سكران وراه كاين برا، غادي تمشي معنا راه بغا يشوف. خرجات معاهم ركبوها في الطوموبيل وهم يخنقوها وسط الطوموبيل وبداو كيحاولوا يخنقوا فيها حتى تموت، ولكن ديك الخطه انهم يخنقوها في الطوموبيل ما نجحاتش ليهم، فبقاو غاديين بها في الطريق وما يهبطوها في واحد الخلا وبداو عليها بالضرب والشتيف حتى ما بقاتش قادره تمشى، وحفروا واحد الحفره وما يلوحوها في ديك الحفره ودفنوها باقا حيه. من بعد هاد الجوج اتصلوا باليزابيث باش انها تعطيهم الفلوس، وهاد اليزابيث كانت دوزات ليهم غير 150 دولار في الشيك، والمره الثانيه كانت زادتهم 10 دولار فقط، يعني بالعربيه التعرابت ما خلصاتهمش في داكشي اللي اتفقوا عليه. ولكن فرانك غادي يلاحظ ان الام ديالو بدات كتخسر الفلوس اكثر من القياس. غادي يواجهها وغادي يسولها وقالت ليه انه كاينين شي ناس كيبتزوها. فرانك غادي يمشي غيقول هادشي هذا للبوليس وغادي يعتقلوا لويس وجوس، وغادي يعترفوا للبوليس بالقتل ديال اولغا وغادي يقولوا لهم فين دفنوها. البوليس ملي مشاو غادي يلقاوها مدفونه حيه. غادي تعتقل حتى اليزابيث وبدات المحاكمه ديالهم بثلاثه، لويس جوس واليزابيث. والصحافه بداو كيكتبوا بزاف، شي كيشرق وشي كيغرب. وهاد الصحافه قالوا انه كانت واحد العلاقه محرمه ما بين فرانك والام ديالو اليزابيث. وهاد فرانك واخا هادشي هذا كامل حاول انه يدافع على الام ديالو نهار ديال المحاكمه، ولكن القرار ما يمكنش تبدلوا لا انت ولا محامي اخر، كلكم مذنبين. وفي 8 غشت من سنه 1962 غادي يتنفذ عليهم حكم الاعدام في غرفه الغاز. واخر كلمه كانت قالتها اليزابيث قبل ما تموت هي فين هو فرانك. كانت هذه هي القصه ديالنا ديال اليوم. عطيونا الراي ديالكم في هادشي اللي دارت اليزابيث، واش عادي، واش هي ام متسلطه ولا كانت حمقى ولا عندها شي حاجه ماشي عاديه في العقل ديالها. القصه بصراحه من اغرب القصص اللي قريتهم شخصيا. هادشي اللي كاين في القصه ديال اليوم، كنتمنى انها تكون عجباتكم. ما تنساوناش بابوني، لايك، كومونتير، كنحاولوا نطلعوا القناه. مرحبا بكم كاملين، معكم سفيان بيطا، نتلاقاو في فيديو جاي.